متابعي قناة الأخبار 24، أهلا بكم. أخيرا بونو يفصح عن التوتر الذي كان في لقاء الكونغو ضد المغرب. في حوار له مع موقع جول عربية، صرح الحارس المغربي ياسين بونو أن الجو كان مشحونا، خاصة وأن المباراة أقيمت في وقت صعب 14 زوالا. فذهبت إلى يقول الحارس المغربي فذهبت إلى قائد الكونغو فقال لي أنا لست غبي وجن سوي با ان كون بوركوا il me dit tu es con. لم أفهم ماذا يحدث. خرج أولا وحاولت اللحاق به لأنني شعرت أنه في أي لحظة يمكن أن يحصل أي شيء، وانتظرت دخوله غرفة الملابس كي يهدأ الوضع. فسألته ثانية ما المشكلة يا مبيبا؟ فقال لي moi je ne suis pas un con. ثم أردف قائلا الحارس ياسين بونو أن مبيبا لاعبا جيدا، ولا أعلم من أين ألف قصة العنصرية في المؤتمر الصحفي، وقال أنه لن يفصح بما قيل له. عن أي شيء يتحدث؟ فقلت لهم أن أحدهم قال له أنت غبي. وفي اليوم الموالي كنت مع المدربة وليد الركراكي نتحدث، فقلت له أن أحدا قال عنه أنه غبي، فقال لي وليد الركراكي على العكس من ذلك أنا قلت له tu te la racontes، وهو سمع كون. وتابع بونو حديثه عندما رأيت قصص العنصرية وغيرها تتألف قلت في نفسي هذا جنون، خاصة وأن وليد الركراكي ليس من هذا النوع. وكان هناك مشاحنات خلال المباراة من قبل عميد الكونغو الذي كان يطلب من لاعبي الكونغو أن يتدخلوا بخشونة في حق لاعبون، خاصة أوناحي وانصيري من أجل إصابتهم. أنصيري الذي قال لي أن عميد الكونغو منذ بداية المباراة وهو يهينني، لذلك كانت الأجواء مشحونة بعد المباراة، والسبب جد بسيط فقط، العميد سمع كون عوض تتلغى كون. في الختام عبر عن رأيك في هذا الموضوع من خلال التعليقات. إلى اللقاء.